السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنستكمل مع بعض الجزء الثالث قبل جلسة الحد 19 يناير 2025، وهنبدأ بالأهرام للطباعة والتغليف. جاء في جلسة الخميس 16 يناير عمل له 10 جنيه 67 كلوز 11 40 250 ألف سهم. طبعا هيبقى دعمنا هنا اهوت اللي هو قفل فوق منه هيبقى 11 جنيه، يبقى دعمنا في الجلسة الجاية 11 جنيه. فعلى كسر ال11 جنيه هيبقى عندنا الدعم اللي ارتد منه دي نسبة فيبوناتشي. نسبة فيبوناتشي هنا عند 10 جنيه و70 قرش. ال27 قرش دي، ال10 جنيه و70 قرش دي كانت مقاومة قبل كده، تخطاها ورجع بيختبرها تاني 10 جنيه و70 قرش، وهفوق منها ال11. هيبقى أول مقاومة عندنا هنا ال12 جنيه، ثم القمة اللي نزل من عندها عند ال12 ونص أو 12 60. 12 60 مرورا ب12 جنيه. دي أرقام الأهرام للطباعة والتغليف. بعد كده هنشوف البنك المصري لتنمية الصادرات. السهم سلبي بكسره ال11 ال17 14 17 جنيه. مجرد اللي هو كسر ال17 جنيه 14 واشتغل تحت منها بقى سلبي. هو واقف على الدعم بتاع نسبة فيبوناتشي ال16 90، وقافل 16 88 آخر جلسة بتنفيذ تقريبا 400 ألف سهم. هيبقى دعمنا القادم 16 ونص، واللي بعده منه ال16 فلات. أول مقاومة عندنا هنا تبقى ال17 جنيه، في حالة تخطيها نروح لل18 جنيه. لكن كون السهم عاطي سلبية يبقى الأقرب اللي احنا نروح لل16 جنيه. ننتظر البنك المصري لتنمية الصادرات عند ال16 جنيه. بعد البنك المصري نشوف التعمير والاستشارات الهندسية. كان اخترق هنا اهوت الشمعة بتاعت 5-1 بفوليوم 89 ألف سهم، كنت محدد لهم 60 جنيه ونص هدف. جابوا وكمان وصل بينا لحد 68 جنيه ورجع يجينا أرباح. طيب احنا عندنا هيبقى هنا برضو النقطة دي كده تبقى مقاومة 68 جنيه. كمل لحد 68 جنيه. في حال عدم تخطيها هينزل تاني، اعتقد اللي هو ممكن يعمل دبل توب ويجيب لنا ال50 جنيه تاني. هيبقى على المدى القصير دعمنا هنا في 60 جنيه، مقاومة 68 جنيه. طيب ده التعمير والاستشارات الهندسية. طيب نشوف التوفيق للتأجير التمويلي. طيب احنا عندنا السهم ده سلبي، نزل جاب قاع 3 جنيه و30 قرش وارتد منه، رجع اختبر خط الدعم المكسور عند ال63، وجاء اخر جلسة قفل 3 جنيه ونص. هيبقى عندنا الدعم 33 لحد ال3 وربع. دعمنا 33 لحد ال3 وربع، مقاومة 63. الجيزة العامة المقاولات السهم إيجابي على المدى المتوسط. السهم إيجابي عندنا هنا مقاومة هنا عند ال43 قرش، في حال تخطيها هيبقى عندنا بعد كده ال46. طيب دعمنا فين؟ دعمنا ال39 قرش. جلسة الخميس فتح 40 قرش و8، طلع لحد ال42 كلوز 41.5 ملي بتنفيذ 3,600,000 سهم.
كونه يشتغل فوق ال 42 قرش يبقى نستناه عند ال 44 ثم ال 46. ما قدرش يشتغل تحت او نفذ في حدود ال 41، هيبقى عندنا الدعم الاولاني عند ال 40 وبعدين ال 39. والسهم عموما ايجابي على المدى المتوسط. الحديد والصلب المصرية، السهم ده ما اتكلمتش عليه من كتير، بقالي كتير ما اتكلمتش عليه، بس السهم دلوقتي عرضي ما بين ال 47 جنيه او حوالين ال 47 جنيه، والمقاومة عندنا 51 جنيه. نخلي بالنا بينا ما يكسرش بينا ال 47 جنيه. هنشوف صفارات لتحت ممكن يجيب لنا ال 35 جنيه كده مبدئيا. في حال كسر ال 47 جنيه ممكن نشوفه ب 35 جنيه. نخلي بالنا من ال 47 جنيه كويس ما يكسرهاش. الشموع الاخرانيه دي سلبيه لحد ما. اخوه بقى الحديد والصلب المناجم، السهم برضو سلبي. في هنا كلاستر مقاومات عند ال 3 جنيه 93 قرش. في حال عدم القدرة على تخطيها هيبقى عندنا هنا اهوت أول دعم عند ال 3 جنيه 70 قرش، 3 جنيه 70. في حال تخطيها هيبقى عندنا هنا ال 4 جنيه 4. بعد ال 4 جنيه 4 هيبقى عندنا ال 44، تقريبا 10%. بس لازم الفوليوم يزيد عن 2 مليون سهم. يزيد عن 2 مليون سهم. في الحالة دي نلاحظ الفوليوم. بعد الحديد والصلب المناجم نشوف الدلتا للسكر. دلتا للسكر كنت قلت هيرتد عند من عند ال 47 جنيه او دعمه ال 47 جنيه. 47 جنيه ادي وقف عليه، ادي جلسة، ادي 2 3 وارتد من بعد الثلاث جلسات، جاب في اخر جلسة 51 جنيه. عندنا هنا خط عرضي او دعم عند ال 49 جنيه 49 ونص. في كلاستر دعوم في الحتة دي، مش دعم، ده اكتر من دعم خط الترند الصغير الفرعي ده والفرعي ده والخط العرضي ده. يبقى 49 جنيه ونص ده دعم. الدعم التاني 50 جنيه. في حال التنفيذات فوق ال 50 جنيه 51 جنيه يبقى أول مقاومة عندنا 53 ونص. والسهم إيجابي، في بعض الإيجابية على المدى المتوسط والمدى القصير. طيب بعد الدلتا نشوف الدولية الأسمدة. الدولية الأسمدة جمعنا فيه كتير في ال79 وال10 جنيه. جاء آخر جلسة عمل فوليوم كبير، 5,600,000 سهم تقريبا، قرب 6 مليون سهم. وكنا محددين له هدف عند ال11 جنيه، تخطى الهدف ده وتقريبا قرب على الهدف التاني عند ال12 جنيه وربع. جاء آخر جلسة وصل عمل هاي 12 جنيه، كلوز 11.77. هيبقى عندنا هنا هو دي مقاومة، وارد يبقى في جني أرباح الجلسة الجاية. يبقى عندنا نخلي بالنا من 12 جنيه مقاوماتنا في الجلسة الجاية. بعد الدولية الأسمدة ممكن نشوف 6 من أكتوبر سودك. طيب سودك لف من هنا من عند ال 49 جنيه، وصلنا لحد 55 جنيه في آخر جلسة. هيبقى أصبح عندنا الدعم 53 جنيه دعمنا، مقاومة 58 جنيه. في حال النزول ل 53 يبقى في تريد لحد ال 58 مكمل، هيبقى أول مقاومة لينا 58 جنيه أو حوالين منها. وارد اللي هو ما يوصلش لل 58 جنيه في الجلسة الجاية. يبقى على المدى القصير 58 دي مقاومة من 57 ونص ل 58. ده بالنسبة لل6 من أكتوبر سودك. أسهم المقاولات برضو في الصعيد. طيب السعيد العامة المقاولات كنا قلنا 85 قرش، دي نقطة كويسة اللي عمل تريدة. فعلا جاب 35.5، فرق 5 مليم، وقفل 8 جاب 85.5 وقفل 88.6. طيب آخر جلسة جاب الهاي 91.9 يعني تقريبا 92 قرش، اللو 89.6 كلوز 90. هيبقى عندنا أول مقاومة هنا عندنا عند ال 94 قرش تقريبا أو حوالين 94 قرش، يليها 96 قرش و5 مليم.
في حالة عدم القدرة على تخطي ال91 قرش هيبقى عندنا أول دعم هنا عند ال88.6. السهم إيجابي. طيب بعد كده ممكن نشوف الصناعات الهندسية أيكون على المدى المتوسط في اتجاه صاعد، بس في الفترة الأخيرة كسر خط الترند ونزل منه. رجع جرب عليه في آخر جلسة هاي 24.16 كروز 24 جنيه. في حالة خط ال24 جنيه هيبقى عندنا هنا هوت ال25.30 يليه ال27. السهم إيجابي على المدى المتوسط، وعندنا هنا دعم في ال23.70 لحد 23.5. عدم القدرة على الثبات فوق ال23.5 يبقى الدعم اللي بعد منه 22.80. إن شاء الله بالتوفيق للجميع، ونكتفي بالقدر ده من الأسهم قبل جلسة الحد. كان في مجموعة أسهم برضو كان حد كلمني عليها، المهم هنراجع عليها لو في وقت نعملها. وتحياتي لحضراتكم جميعا، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.